زي ما انت عارف الكهرباء بتقطع كل يوم قبل راس الساعه ب 10 دقائق او بعدها ب 10 دقائق. الناس الحلوه اللي في الصوره دي كل يوم بيفصلوا عنك الكهرباء وانت ممكن تكون في الاسانسير ولا انت داري باي حاجه. وتخيل نفسك عزيزي المشاهد معاك طلبات للبيت او اكل او اي حاجه، او معاك حد تعبان يا سيدي وانت في الاسانسير، وموبايلك فاصل شحن ومش عايز تتصل بحارس العماره مثلا عشان يسحبكم. طيب موبايلك فاصل شحن ومعكش باور بانك، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تستخدم الجهاز اللي ب 60 جنيه ده يا جماعه شاحن يدوي، انا مشتريه من علي اكسبرس من الصين، ودي اول مره في حياتي اطلع منتج في فيديو قصير قبل ما انزله في القناه الاساسيه في فيديو طويل. ده يا جماعه شاحن المفروض انت بتفكه كده، ولو تلاحظ فيه من هنا يو اس بي ولمبه، لو لفيت ده اللمبه بتبدا تنور. ده موبايل اهو، فعشان تشوفوا السلك متوصل في الموبايل من هنا، ومن الناحيه الثانيه هتلاقوني موصله في الشاحن من هنا. انا بس عامل كده عشان تتاكد انا مش موصل الموبايل بحاجه ثانيه. فلو لفيت ده دلوقتي زي ما انت شايف الموبايل بدا يشحن، والفكره ان الجهاز خفيف جدا، يعني لو حطيت السلك ده والبتاعه دي في جيبك مش هتحس بيهم اصلا. فالمفروض انك لو لفيت البتاعه دي دقيقه كامله ممكن تعمل مكالمه من 3 ل 5 دقائق في موبايلك، واعتقد ده كافي جدا عشان تطلب من حد مساعده لو انت في موقف سيء او حاجه. عشان كده انا كنت جاي اقول لك على جهاز زي ده، لان